السؤال يطرح نفسه الآن. يعني شفنا مباراة حلوة، مباراة شفنا كرة قدم، وشفنا يعني مباراة حماسية جدا، خاصة لما تكون أنت قاعد مع الجمهور الهلال وجمهور النصر، كيف يكون الشد والجذب. لكن الشيء المستغرب، يعني علشان نكون احنا متطورين، ويعني لابد نحط الكاميرا على بعض السيدات بهذه الطريقة. هذا الشيء اللي كنا احنا نحذر منه بداية. في ناس كانت تطالب بحضور السيدات في السعودية. يا أخي نظم شبابك أول إذا كانوا في الملعب. هم الآن لم يستوعبوا ثقافة الحضور، وأن هذه ملكية الجميع. بعد نهاية المباراة شوف كيف أرضية المدرجات، وأنتم كرامة شوفنا أكثر الحاضرين، أكثر رسالة توعوية يقول لا تدخنون لا تدخنون. شوف تعال في السعودية وشوف أنت أول شيء، يعني خلي الثقافة الاجتماعية، الثقافة الوطنية يعني تكون محتوية للجمهور السعودي أول، بعدين انقلها للندن. أنا أعرف أن هذا القرار قرار ذكي جدا من الناحية التجارية والاستثمارية رقم واحد. النصر والهلال كلهم استفادوا من هذا الحضور بالملايين، أتحدث بالملايين. ولكن كيف استفدنا احنا الآن من المظاهر اللي قاعدة تعطي رسالة للعالم أجمع أنه الشعب السعودي هذا هو. شفنا مشاهد ما لها داعي، حتى يعني أول القناة الناقلة كنا نتمنى أنها تركز أكثر على السوء الإخراجي اللي كان موجود في المباراة. الكل يجمع على أنه كانت مباراة إخراجيا سيئة جدا، خاصة لما تكون الكرة على الخط ما تشوف شيء، ما تدري الكرة وين فيه، لا تشاهد انتشار اللعيبة. أنت يعني أنت في البيت تشوف المباراة عبر التلفزيون، متأكد أنه أي واحد عاشق لكرة القدم متذوق لتكتيك كرة القدم لن يستفيد أبدا. اللهم بس يشوف الحريم اللي في المدرجات. هذا احنا ما كنا نحذر منه. هل عمليه تغريب؟ هل عمليه انه هذه الفتاه السعوديه لابد تطلع ويكون حضورهم في الملعب امر مشاهد؟ ما اعتقد طارق انها يعني تتجه لهذا الاتجاه. يعني احنا لما كنا نشوف مثلا في نهائي مثلا دوري ابطال اوروبا او حتى في المباريات الاسيويه، ليش ما كنا ننتقد بهالطريقه؟ ليش اليوم يوم صارت مباراه هذا يعني مجتمعهم؟ لا انا اتكلم حتى هذا مجتمعهم عموما، هم يطلعون حتى في دوري ابطال اسيا عندما يشارك ممثل هذا مجتمعهم. احنا لما نتكلم عن خصوصيه المجتمع السعودي بالذات، خصوصية مجتمع الحرمين الشريفين، بلاد الحرمين الشريفين. أنا أتحدث عن هذه النقطة تحديدا. يعني نبغى كرة قدم بس ما نبغى صفور، مو بشرط لازم يطلعون البنات. كرة قدم كرة رجالية أكثر منها شيء ثاني. أنتم لا تدخلون في هذا الشيء. في العوائل نعم العوائل تحضر في الخارج، ولكن لا يتم التركيز عليها بهذه الطريقة أبدا. في كل لقطة للجمهور نشاهد بس في عنصر نسائي. محمد أيضا كانت في مناظر جيدة يعني في المدرجات. طيب ايش قلت لك أنا قبل شوي؟ أنا قلت لك إنه حتى من الأشياء الحلوة شفناها اليوم إنه تلقى المشجع النصراوي جنب المشجع الهلالي. لا حتى على مستوى العوائل اليوم كانت في مناظر جيدة. يعني في مناظر يعني جيدة. ما ناخذ احنا مثلا السلبي ونحاول احنا نضخم الأمر السلبي. طيب يعني نتكلم بشكل عام. أنت لما تطلع الإيجابي لازم أمحى عنك السلبي. أنا أتحدث عن الانتقاد السلبي. لا ليش احنا ما نتكلم بالإيجابي والسلبي؟ طيب أنا قلت لك الإيجابي اللي شفته المباراة، غيره والله ما شفت شيء إيجابي أكثر من المباراة، وحتى إخراجها كان سيء جدا، والروح الجميلة اللي كانت بين اللعيبة بعد نهاية المباراة. أنا أرجع أقول أنا كمسلم وكمواطن سعودي وكابن لهذا المجتمع المحافظ، المناظر هذه ما عجبتني. بس طيب. أنا أقول كلمة هو حق. في النهاية هو رأيك وإحنا نحترم رأيك. أنا أقول كلمة حق وأنا على قولتهم يعني هو رأيك في النهاية. نعم قلت أكيد وافتخر فيه.